بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل. وقبل أن أبدأ بموضوع هذا الدرس، أحب أن أبشركم ببشارة عظيمة لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك في رواية أخرى عند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلا تستصغروا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس، فإن مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن من أعظم وأنفع المجالس وأكثرها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أنك إذا جلست أي مجلس في المسجد أو حتى عبر مواقع التواصل أو في البيت أو في أي مكان مجلس ذكر، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بك باسمك الملأ الأعلى، ملأ الأنبياء وملأ الملائكة وهكذا. أما موضوع لقائنا في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله هو الاستعداد لرمضان. ولا يخفى عليكم أننا بعد أيام قلائل سيحل علينا ضيف عزيز وزائر نفيس، هو من أعظم المواسم، وفيه تكفير للسيئات وتكثير للحسنات، شهر فيه من البركات والنفحات والتجليات والروحانيات وأعمال البر والخيرات ما الله به عليم. هو أعظم شهر وخير شهر للمسلم، لما أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. يقول: ما يأتي على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. يقول: وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. يقول: هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. الأصل أن هذا الشهر هو غنيمة للمؤمن، ولكن بالمقابل أهل النفاق وأهل الزيغ وأهل الفساد وأهل الفجور يغتنمون هذا الشهر لإفساد صوم الناس وإفساد عبادتهم وإفساد طاعتهم. لذلك في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أحوال الناس في رمضان، وكذلك بين أحوال الناس في استقبال رمضان وفي استعدادهم لرمضان. بين بأن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم هم أهل الإيمان والفطنة، قسم يسرون ويفرحون ويستبشرون بقدوم رمضان وينتظرون اللحظة تلو اللحظة لحصوله وزيارته لهم، ويدعون الله سبحانه وتعالى ويسألونه أن يبلغهم رمضان وأن يعينهم فيه على الصيام والقيام والذكر والقرآن. هو بالنسبة لهم نعمة ورحمة، والنعمة حقها الشكر، والرحمة حقها إكثار الذكر لله سبحانه وتعالى. هو خير لهم بجميع المقاييس.
هذا الصنف قال هو خير الشهور لهم. لماذا؟ قال لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، أي يستعدون قبل هذا الشهر وقبل بدايته، يستعدون بأن يصرفوا جميع الشواغل، بأن يتحللوا من كل ما يعيقهم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردنا أن نفهم وأن نفقه حقيقة استقبال هذا الشهر، الاستقبال الأمثل، أضرب لكم مثالا. كان هنالك صديق ذهب مع صديقه ليؤازره ويشجعه في سباق الجري لمسافة 45 كيلومتر، وهذه المسافة تقطع ب10 ساعات جريا. وكان هذا يسير في السيارة وصاحبه يجري في السباق 45 كيلومتر، ثم قال لأنزل من السيارة وأجري معه تشجيعا وتحفيزا له. فنزل وبدأ يجري 10 دقائق فقط، ثم عاد إلى السيارة، ما استطاع أن يكمل. وعندما انتهى صاحبه من السباق قال له: كيف تقطع هذه المسافة وهذه الساعات ولا تتوقف؟ قال: وانتبهوا لجوابه، وهذا هو باختصار فقه الاستعداد لمواسم الخيرات. قال: إنا نستعد لهذا السباق عاما كاملا. قال: عاما كاملا نستعد لهذا السباق. لذلك المنافسات والسباقات التي يريد أن يحصل عليها الفرق أو أصحابها المراتب المتقدمة لابد ينظرون إلى البيئة وإلى الأجواء وإلى كل ما يتعلق بهذه المنافسة وهذا السباق، حتى يتكيفوا قبل بداية السباق، بحيث إذا جاء السباق وبدأ السباق وبدأ النزال كان لديهم استعدادا تاما للوصول إلى الهدف. وحتى نستعد نحن كذلك استعدادا حقيقيا مثاليا يتحقق به النفع والثمار العظيمة الكبيرة في شهر رمضان، لابد أن نعرف ما هو مراد الله سبحانه وتعالى في رمضان. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في رمضان حتى نستعد؟ إذا عرفت أن ضيفا عزيزا وزائرا كريما سيحل عليك، فبقدر مكانته وبقدر منزلته وبقدر محبتك له الصادقة تتأهب وتستعد وتعد المكان والضيافة والمنزل، وترسل أفخم المراكب لاستقباله. تأملوا لاستقبال رب العالمين يوم القيامة المتقين، وبالمقابل استقبالهم أي النار كيف تستقبل المجرمين. قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وهذه وفدا تعطي إشارات ومعاني غزيرة لطريقة استقبال المتقين يوم القيامة. والوفد لا يكون وفدا إلا إذا قدم راكبا لا ماشيا. والآن في زماننا الوفود الكبيرة المهمة ترسل لها أفخم المراكب يستقبلونها لإيصالها إلى المكان المطلوب، وبالمقابل المجرمون قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عياذا بالله. لذلك لابد بداية حتى نستعد ونتهيأ ونتحفز ونتأهب لهذا الموسم العظيم والشهر الكريم، لابد أن نفقه ونفهم حكمة الله ومراده من الصيام ومن شهر رمضان. لذلك لو تأملنا آيات الصيام في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء 3 أمور مهمة إذا فقهها العبد حقق الهدف المرجو من هذا السباق وهذا النزال. رمضان عبارة عن معسكر تدريبي، رمضان هو بستان لجني الثمار. لذلك قالوا قديما: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، ورمضان
شهر جني الثمار، فمن لم يزرع جيدا ولم يحرث جيدا ولم يبذر جيدا ولم يسقي جيدا لن يثمر ذلك له شيئا في رمضان. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان مضمارا أي سباقا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا. سبقوا بالاستعداد والتهيؤ. الاستعداد بماذا؟ ليس استعداد الأجسام والبطون، يتنافسون الناس في جمع المطعومات والمشروبات وأصناف الطعام وغير ذلك. سبق قوم ففازوا، سبقوا بالاستعداد القلبي، الاستعداد الإيماني، الاستعداد النفسي، الاستعداد المعنوي، الاستعداد الروحي لهذا الشهر، وتخلف آخرون عن هذه المعاني فخابوا. يقول: فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. يقول: يتعجب، هي يوم الجائزة ويوم جني الثمار. لذلك ذكر الله في آيات الصيام 3 حكم عظيمة، وأخر في آخر آية بيان الأحكام، بداية وقت الصيام ونهاية وقت الصيام وبعض الأحكام المتعلقة، لأن الصيام المقصود فيه ليس التجويع والتعطيش وترك الملذات، هذه وسيلة، وهذا سبب للوصول إلى الحكمة العظمى. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ ما قال لعلكم تعطشون أو تجوعون، قال لعلكم تتقون، وهذه النقطة الأولى. إذن الهدف والغاية التقوى. إذن حتى نستعد للوصول إلى التقوى لابد أن نسلك سبل وطرق ووسائل التقوى، من خلال أن يكون هذا الشهر شهر نعمة ورحمة، وكذلك الدعاء، لأنه سيأتي معنا كذلك في ثنايا هذه الآيات التركيز على الدعاء، وكذلك التحلية والتخلية، تخلية القلب من كل ما يصرفه ويشغله عن التقوى. ثم بعد ذلك ذكر القرآن، الاصطلاح، أن تصطلح مع القرآن، أن تصحب القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن، فقد نزل فيه القرآن أعظم كلام بسفارة أعظم الرسل جبريل عليه السلام في أعظم الليالي وفي أعظم الشهور على أعظم قلب في أعظم بقعة. لذلك كان هذا الشهر شهر القرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم ذكر الأمر الثالث الدعاء، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد ذلك آخر آية من آيات الصيام ذكر الأحكام، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. ثم ختم آيات الصيام بما بدأ به. في الآية الأولى قال: لعلكم تتقون، وفي هذه الآية الأخيرة قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأ بالتقوى وختم بالتقوى. إذن التقوى هي السور الواقي للصائم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن تتأكد في رمضان. لذلك الاستعداد ينبغي أن يكون التركيز فيه على الهدف، على الغاية من هذا الشهر. لذلك قسم الإمام ابن رجب رحمه الله الناس في رمضان وفي استعدادهم لرمضان إلى 3. قال: من رحم في رمضان فهو المرحوم، الصنف الأول، الصنف المرحوم الذي فقه هذه المعاني، حقق التقوى فيه وفي الاستعداد له، وبدأ يتلو القرآن. لذلك قديما السلف كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، لأنهم إذا بدأ هذا الشهر يتجهون إلى مصاحفهم ويقرؤون القرآن ويكثرون منه ويراجعون حفظهم ويتأملونه ويتدبرون، حتى إذا دخل عليهم رمضان أصبحت علاقتهم قوية مع القرآن، لا يحتاجون إلى مزيد إرادة وهمة ومشقة، اعتادوا قراءة القرآن. وكذلك الدعاء،
أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الشهر وعلى ما فيه، لأن العبد إذا لم يكن له عون من الله فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لا تكل نفسك إلى نفسك وأعمالك إلى نفسك، بل تبرأ من حولك وقوتك والتجئ إلى حول الله وقوته، لأنك لا غنى لك عن حول الله وعن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم الخير فيه فهو المحروم، ومن لم يتزود للآخرة فيه فهو ملوم. إذن عندنا 3 أصناف: مرحوم ومحروم وملوم في رمضان وفي الاستعداد لرمضان. الصنف الأول صنف أهل الإيمان الذين ذكرنا أحوالهم، ينظرون إلى الهدف والغاية فيستعدون من خلال الوسائل التي توصلهم إلى الهدف والغاية. وصنف محروم، رمضان عندهم عادات اجتماعية وأطباق شهية وسهرات ليلية ومسابقات رمضانية، هذا هو رمضان بالنسبة لهم. صيامهم صيام عادة، صيام الجسد والبدن، لا صيام الروح والقلب. وصنف أعاذنا الله وإياكم هم من أهل الفساد، يعملون ويستعدون طوال العام في برامج لإفساد الناس، مؤسسات إعلامية. لذلك تجدون كل المسلسلات والبرامج التي تلهي وتشغل الناس عن عبادتهم وعن صيامهم وعن قرآنهم وعن ذكرهم وعن قيامهم وعن نفقاتهم تتجمع في رمضان. وهذا ذكره عليه الصلاة والسلام، قال: ولما يعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم. في رواية عند البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف قال: هو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر هذا الشهر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد. وتخيلوا جبريل يأتي بهذا الخبر وهذه الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. يقول له: قل آمين، يقول آمين. هذا صنف محروم. وأخطر هذه الأصناف هم أولئك الذين يستعدون لبث سمومهم، وكأنهم بلسان حالهم قالوا بأنه شياطين الجن ومردة الجن يصفدون في هذا الشهر، فنحن لها ونحن نسد محلهم، فيذهبون ليفسدون على الناس صيامهم. وأخطر هؤلاء الذين تجدون دعاياتهم في مواقع التواصل ويقولون لك رمضان معنا أحلى، ويأتون بالموسيقى أو الغناء والاختلاط والدعايات هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويركزون على المطعومات ويشغلون الناس بها، وفي حقيقتهم يصرفون الناس عن الحكمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فأيها الأحبة، أختم وأقول: لابد أن نبدأ من الآن استعدادا قلبيا ونفسيا وروحيا ومعنويا لهذا الشهر، وإلا فاتنا فيه خير كثير. فهو شهر كريم، وأعظم غنيمة فيه فهو غنيمة الغنائم وفرصة الفرص وأعظم استثمار وموسم المواسم، فلا تضيعوه ولا تفوتوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام ومصاحبة القرآن، وأن يوفقنا وإياكم فيه لاغتنام أوقاته بالطاعات وأعمال البر والخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.